طبعا بقى لما دخلنا بقى في قصص بقيه الافرازات، شرب بول الابل يعني. وده الحقيقه انا عايز اتكلم برضو بالنسبه لشرب بول الابل. في حاجه تسمى السودو ساينس. السودو ساينس اسمه العلم الكاذب او العلم الكاذب. هناك فروع منه من النهارده منتشره في العالم، حتى في العالم المتقدم، اللي بتستخدم للنصب، زي مثلا حاجه اسمها الهوميوباثي. يقول لك العلاج بالاعشاب والمش عارف النباتات الطبيه الطبيعيه، اي اوان العلاج بالقران، زي العلاج بالقران كده، والرقيه الشرعيه. ده في حاجات زي كده، انت لما تقراها تفتكر ان ده علم يعني. هؤلاء الناس بيستخدموا مصطلحات تبدو لي انها مصطلحات علميه. يعني واحد يقول لك ايه الماسنجر ار ان ايه، هو مش عارف يكتبها اساسا. يعني انت عايز يناقشك في الماسنجر ار ان ايه، هو مش عارف ان الام بتاعت ماسنجر ار ان ايه بتتكتب سمول. طب انا هناقش واحد مش عارف يكتبها عشان تكلمني في الماسنجر ار ان ايه؟ فهناك ناس تخصصوا في ان هم يختطفوا بعض المفردات والمصطلحات العلميه الحقيقيه، يطعموا بيها الدجل والخرافه اللي هم بيناقشوها، حتى يبدو للقارئ ان ما يقراه هو علم، وهو ليس علم، هو علم كاذب بيدعي ان هو علم. في هذا الاطار يدخل قضيه الاعجاز العلمي. هم بيجيبوا شويه مفردات من هنا وهنا من علوم حقيقيه، يضعوها بالقسرا في هرائهم واكاذيبهم، حتى يوهموا المغفلين ان ما يقوله علم بالحقيقه، وهو ليس له اي علاقه بالعلم. هو في هذا يندرج تحت هذا السودو ساينس ما يسمى هذا الهراء اللي بيسموه اعجاز علمي في القران. يقول لك ايه، مش عارف الدكتور عبد الباسط حموده، طبيب مستشفى المنيا العام وباحث في الاعجاز العلمي في القران. طبعا عبد الباسط حموده ايه، مش لاقي ياكل ومعهوش تلات تعريفه، وقاعد في المنيا طلعان دين امه بيشغلها طهاره عيال وفتح خراريج، وعامل فيها طبيب جراح على رأي جورج وسوف. وبعدين ايه، طبعا عايز سبوبه، فجات له سبوبه من السعوديه، ايه الاعجاز العلمي، خش بقى في الاعجاز العلمي. هو عباس اساسا حمار، فايه يجيب لك كلمتين اللي هو ايه فاكرهم من الكليه، ماسنجر ار ان ايه، اي بتاعه وايه يعمل اعجاز وبتاع، وفلوس طبعا بتيجي للترويج لهذا الدجل. فايه نرجو التوقف عن هذا الهراء اللي بتسميه الاعجاز العلمي. انا حتى ليس لدي رغبه في النظر فيه. كيف انظر لاعجاز رجل لا يجيد القراءه والكتابه؟ محمد ده لو بعث في عصرنا الحالي، انا قعدت افكر لو الراجل ده بعث في يومنا هذا هنعمل بيه ايه. انا شخصيا اقترحت ان هو نشغله بواب، بس قلت حتى لو ما ينفعش بواب، يعني مثلا بوابه هتبعته مثلا بليست يجيب حاجات من السوق، هتكتب له حاجات هو ما بيعرفش يقرا ويكتب، هتكتب له حاجات مش عارف يقراها، هيودي الدنيا في داهيه. ما يعرفش جدول الضرب، فغالبا هيسرق، وبعدين هيعمل مشاكل بقى، يروح السوق ينط على النسوان، يغتصب بيت بتاع، هيعمل كوارث. فاحسن حاجه مثلا ان هو ايه يقعد كده في البيت، ايه اللي هو مثلا يغسل عربيه بتاع حاجات كده يعني، تنبي عليه ما يلعبش في حاجه. ده كبير الموضوع يعني. هذا الراجل بقى مطالبين ان احنا نناقش الاعجاز العلمي في الهراء اللي هو جايبه لنا ده، شويه المعاتيه يقول لك الاعجاز العلمي في القران. لا انا اسف جدا، ما بناقشش اعجاز، ما بناقشش ناس جاهله. لما الاول يعرف يقرا ويكتب نبقى نشوف الاول على الاقل، نشوف هو بيقول ايه. فده موضوع ايه، شرب بول الابل، عشان يوضح مدى الكالت اللي وصل اليه هذا الطاعون المسمى بالاسلام. رجل شرب اتباعه بول ابل، والنهارده في يومنا هذا في القرن 21 هناك اناس يبيعون هذا البول على انه شفاء، ولله الامر من قبل ومن بعد فعلا يعني. ده مدى التغييب العقلي الذي فعله. وايه، وتجد الباحثه سوسن كفته في جامعه الامام محمد زبو في السعوديه تكتشف الاعجاز في بول الابل. يعني مسخره. ده اللي هو السودو ساينس بقى، مسخره حقيقيه تتم، وكل هذا بسبب الكالت الذي انشاه هذا البدوي الجاهل. فده كان نقاش يعني بسيط كده. طبعا ايه كذا نقطه، البول اللي شربته ام ايمن، والتسابق على نخامه الرسول، وانه بينط على النسوان كلها كده بدون غسل، وحتى لو بغسل، ما هو لو في ميكروب جونوريه ولا زفت عند ام سحلول اللي بينط عليها، ولا سحر الذكر ولا من امهات المؤمنين برضه، ولا ماجده العريشيه، ولا صفيه، ولا سنيه، ولا زكيه، ما الغسل مش هينفع يعني. عندك جونوريه مش مهم بقى تغتسلها، هتنقلها.